السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. تكون هاد الفيديو كتلقاكم نتوما والناس اللي عزاز عليكم في احسن الاحوال، والحمد لله. توحشتكم بزاف، انا عارفه راسي غبرت عليكم واحد المده في يوتيوب، ولكن ثقوا بيا عمري ما نسيتكم. وكنت كل نهار كنقول مع راسي ايوا، والفالورز ديالي غادي يقولوا فين مشات نجوى، علاش ما بقاتش كتنزل. بصراحه كنت عندي شويه ديال الظروف وخديت وقت باش نرتاح شويه ونخدم على افكار جديده. ما بغيتش نرجع لكم بقضايا عاديه، قلت في بالي لا نجوى خاصك ترجعي اليوم بحاجه اللي تعجبهم وتخليهم فرحانين بالرجوع ديالك. وحيت نتوما عائلتي الثانيه وكنعرفكم مزيان، القضيه ديال اليوم من داكشي اللي كيعجبكم غادي تخلي كل واحد فيكم يخرج المحقق الصغير اللي فيه، وخليوا لي في التعاليق واش عرفتوا شكون هو مول الفعله ولا تصدمتوا في الاخير. وقبل ما نبداو في القضيه ديال اليوم، سمحوا لي بزاف على هذا الغياب. وتاني حاجه بغيت نشكركم على التعاليق ديالكم ورسائلكم اللي ديما كتشجعني، والله العظيم نتوما السبب اللي كيعطيني الحماس نكمل ونبقى نشارك معكم هذه القضايا. واحد الليله واحد مول كاميو وقف جنب الطريق باش يرتاح شويه ويكمي كارو. عينيه جات على شي حاجه ما بيناش مزيان وسط الربيع. قرب شويه لقى راسو قدام منظر جمد ليه الدم. الجثه ديال راجل مرميه في الارض، لابس قميجه زرقاء وسروال كحل، وجهه مضروب والدم ناشف على حوايجو. مول كاميو تخلع وعيط للبوليس اللي ما تعطلوش، وغير شويه وصلوا. كل واحد بدا خدمته، اللي كيأمن البلاصه، اللي كيصور، واللي كيجمع الادله. تبين ان الجثه ديال راجل في الثلاثينات من عمره، ما عندوش لا كارت ناسيونال ولا حتى حاجه كتبين الهويه ديالو. لابس مكانه كتبان ما غالياش وخاتم في صبعو. البوليس لاحظوا بزاف ديال الحوايج. اولا السيد مضروب ضربه كبيره في الراس، بحال شي حاجه ثقيله تهزات وتضرب بها. حدا الجثه لقاو اثار ديال الصبابط في الارض، كانوا جوج مختلفين بحال الا كانوا تما جوج ديال الناس، واثار ديال بنوات طوموبيل وشعره طويله على القميجه لونها كحل. الادله كامله تسجلات، والجثه تهزات بعنايه وداتها للشرطه العلميه باش يدار ليها اللوتوبسي. من بعد مده تقرير الطب الشرعي خرج وقال بلي العمر ديال الضحيه تقريبا ما بين 32 و 35 عام. البنيه متوسطه، الوزن قريب ل 75 كيلو، والعلامات على الجسم كانت واضحه. الضربه الكبيره في الراس جايه من اداه ثقيله بحال مطرقه ولا حجره، قبشات صغار في العنق واليدين بحال شي واحد شاد معاه، وضفار اليد اليمنيه فيهم شويه ديال الدم اللي ممكن يكون ديال القاتل. الطبيب الشرعي عطى التوقيت ديال الوفاه تقريبا ما بين 12 ديال الليل و 3 ديال الصباح، وهذا الشيء كيتوافق مع التقرير ديال البوليس اللي كانوا في المكان. الدم والشعره اللي لقاوها داوهم باش يدار لهم لادين. البوليس بداو كيربطوا الخيوط. الضحيه ما كانت عنده حتى ورقه كتثبت الهويه ديالو. المكان اللي فيه واقفه في 2:37 دقيقه، احتمال تكون تهرسات فاش تضرب. والخاتم اللي لابس كيبين انه مزوج. المحققين مشاو كيتاكدوا في السبيطارات والبلاغات ديال الاختفاء واش كان شي واحد من المواصفات ديالو، ولكن بلا نتيجه، ما لقاو والو. ولكن مع ديك الخمسة ديال العشيه جات واحد المراه للكوميساريه كتقول بلي راجلها ما رجعش للدار من البارح في الليل، والوصف اللي عطاتهم كان مطابق للجثه. الشرطه طلبوا منها تمشي معاهم تشوف الجثه تتعرف عليها الا كان راجلها. دخلات شافت الجثه وبدات كتبكي وتهوت، وقالت لهم هذا راجل يوسف. وبحال هكا الجثه ولا عندها اسم. رجعوا للكوميساريه. مراته واللي بالمناسبه سميتها منار جلسات قدام المحققين، عينيها مسكينه كانوا منفوخين بالبكا، كترعد ولكن خاصها تجاوب على الاسئله ديالهم. بقاو كيصبروها وكيكالميوها. قالت لهم باللي ما تيقاتش انه تقتل، راجل ظريف داخل سوق راسو، شكون دار فيه هاد الحاله. وبدات كتعاود. قالت ان يوسف خرج من الدار في ليله الجريمه مع 8 ديال العشيه. قال ليها بلي غادي يتلاقى مع واحد صاحبه في القهوه، ولكن ما قالش ليها سميتو. ويوسف ماشي من النوع اللي كيسهر ولا كيخبر على الدار. وباش نكملوا في التحقيق خاص ضروري نرجعوا شويه بالوقت للور، نتعرفوا على الضحيه ونرجعوا نكملوا. يوسف موظف عادي في اداره صغيره، المنطقه ديالو بسيطه ولكن كافيه باش يعيش مستور هو ومراته. راجل كالم وما كيهضرش بزاف، عزيز عليه يقرا الجورنال وكيحماق على الماتشات ديال الكره، وما عندوش بزاف ديال الصحاب، غير جوج ولا ثلاثه. المحققين سولوها على علاقتهم، ومراته واخا كانت حالتها حاله كبرات وجاوبات، وكانت متعاونه مع المحققين باش يشدوا المجرم. قالت لهم باللي يوسف هو نعم الرجل، درويش الله يعمرها دار، وحياتنا واخا بسيطه والله ما رزقناش الاولاد، ولكن عايشين فرحانين والمشاكل ما خطاو حتى دار.
وبدات كتبكي وكتقول رزاوني في راجلي غادر ويش دخل سوق راسو، شكون دار فيه هاد الحاله وما سمح ليهم لا دنيا ولا اخره. المحققين عارفين ماشي سهل عليها هادشي اللي كدوز منه، ولكن خاصهم يكملوا في التحقيق. قالوا لي حاولي تفكري شكون صاحبو اللي مشى يتلاقى به، شي حاجه قالها لك قبل ما يخرج، واي حاجه تقدر تبان لك صغيره ولكن تقدر تكون مهمه بزاف بالنسبه لينا. سكتات واحد شويه كتفكر وهي تقول لهم يوسف كان عنده صحاب قلال، ولكن واحد سميتو عادل عمرو دخل ليا لخاطري. كان كيجرو في طريق ما مزياناش، راجلي كيكون صحه سلام وغير كيتلاقى به كيرجع واحد اخر معصب وما كيبغيش يهضر معايا، ومن ديما كنقول ليه بعد منه ما صالحش ليه، ولكن هو ديما كيدافع عليه بزاف وكيقول لي عادل صاحبي تاع الطفوله. ولكن هاد الدفاع خلاني نشك بزاف، حيت مؤخرا لاحظت تصرفاته تبدلات، كيخرج في الليل وما كيقولش لي فين غادي، وملي كيرجع كيدخل نيشان ناس بلا ما يهضر. البوليس قالوا لها واخا، حنا من بعد نمشيو نشوفوا قصه هاد عادل صاحبو. دابا عاودي لي على النهار ديال الواقعه. قالت لهم كان نهار هادي بحال كاع الايام، خرج من الخدمه مع ديك الربعه، الطرق جاب معاه شي حاجه تاع الصخره كتمصيها عليها، ودخل للدار كان باين عليه عيان. كنت وجدت طاجين وكاس ديال اتاي، جلسنا بجوج كلينا اللي قسم الله من بعد ناض بدل حوايجو، لبس قميجه زرقاء وسروال كحل، نفس اللباس فاش لقاوه ميت. قال لي غير انه غادي يتلاقى مع صاحبه في القهوه وما قالش لي سميتو. يوسف خرج من الدار مع 8 العشيه، وكانت هذه اخر مره نشوفه. ديك الليله بقيت فايقه حتى لشي 2 ديال الصباح، كنتسنى نسمع السوارت الباب ولكن ما رجعش والتليفون ما صوناش. في الاخر غلبني النعاس، ولكن النعاس مقطع. الغد ليه ملي وصلت الوحده ما بانش، جيت لعندكم الكوميساريه. يوسف وكما قلت لكم كان موظف بسيط في اداره عموميه، معروف حدودي بزاف، والزملاء ديالو قالوا مؤخرا ولاو عنده مشاكل كثيره مع المدير بسبب الغيابات ديالو متكرره بلا مبرر. قالوا يمكن عنده مشاكل في ظهره ولا ما كيبغيش هاد الخدمه، وهذه التصرفات خلات البوليس يركزوا على النقطه ديال الغيابات، لان يوسف ماشي من النوع اللي يغامر بخدمته الا كان عنده شي سبب قوي برا. ووسط هذا الروتين اللي كحال كان وجه واحد اللي كيعاود يبان مع يوسف خارج الخدمه، واللي هو صاحبه القديم عادل. الناس اللي خدامين مع يوسف ما كيعرفوش بزاف على عادل، ولكن مراته غير ملي كتجبد سميتو كتبدل، حيت بالنسبه ليها هو المشكل اللي كيزيد يعقد حياتها مع يوسف. عادل كان صاحب يوسف من الصغر، كبروا في حي شعبي في نفس الزنقه، ولكن حياتهم تفرقات من بعد. يوسف تبع القرايه، شد خدمه في واحد الاداره العكس ديال عادل اللي خرج بكري من المدرسه، مشى خدم في البني ومن بعد دخل في خدمه حره كيبيع ويشري في الطوموبيلات. الناس اللي كيعرفوا عادل كيقولوا عليه مخلويط، كيعرف بزاف ديال الناس، ديما حاضر في القهاوي وديما عنده شي بلان. كان مختلف على يوسف بزاف، ولكن هادشي ما منعش صداقتهم تبقى قويه وتدوم سنوات. وهنا فريق التحقيق ركز على عادل، حيت ليله الجريمه يوسف خرج من الدار وقال لمرته غادي نتلاقى مع صاحبي، ما قالش لها سميتو، ولكن الشك الكبير مشى لعادل. مشاو كيسولوا على عادل كيعيش في واحد لابارتمون صغيره في حي قديم معروف بزاف في القهاوي، عنده علاقات مشبوهه شويه وكيتلاقى مع ناس عندهم سوابق. القضيه الاولى كانت واضحه، يوسف تجر لشي مشاكل مع عادل، واش الجريمه مرتبطه بشي بلان بيناتهم. البوليس مشاو للحي ديال عادل، لقاوه في واحد القهوه جالس مع جوج صحابو، وملي شافهم بان عليه شويه ديال الارتباك، ولكن حاول يبان عادي. جابوه للكوميساريه للتحقيق، دخلوه بيرو صغير وواحد المحقق كيسول والاخر كيسجل الاقوال ديالو. اول سؤال هو فين كنتي الليله ديال البارح مع 8؟ عادل جاوب بلا تردد، كنت في القهوه ديال الحومه ديالي، تفرجت في ماتش ديال الكره مع صحابي ومن بعد مشيت للدار. وراوه التصويره ديال يوسف وسولوه واش كتعرف هاد السيد، قال لهم هذا يوسف صاحبي ديال الطفوله. سولوه واش يوسف ما كانش معك البارح، عادل سكت شويه قبل ما يجاوب وقال لهم يوسف ما شفتوش بصراحه، مؤخرا ما بقاتش علاقتنا بحال شحال هذا. وهاد الجمله خلات المحققين يشكوا اكثر، حيت مراته والناس اللي خدامين معاه قالوا ان يوسف كان كيتلاقى مع عادل بزاف مؤخرا. قالوا ليه ماشي هادشي اللي سمعنا، الناس قالوا لينا بلي انت ديما معاه، واش نكذبوهم ولا نكذبوك؟ عادل بدا كيتعصب وقال لهم شوفوا انا وياه صحاب قدام، ولكن مؤخرا ما بقيناش كنخرجوا بزاف، قليل فاش كنشوفوا بعضياتنا، اما البارح ما تلاقيناش. المحققين بداو كيضغطوا عليه بالاسئله، علاش مراته قالت لينا بلي كتغبر مع يوسف وما كتعرفكمش فين كتمشيو، وعلاش ملي كيخرج معاك كيرجع معصب
شنو القصه بيناتكم؟ عادل جاوب وقال لهم يوسف كان كيهرب شويه من الدار، كيجلس معايا باش ينفس على راسو. مراتو كتخنقو بزاف، ديما مشاكل وديما الشكوك، وانا ما عندي حتى دخل في مشاكله. الجواب بان واقعي شويه، ولكن عادل ما عطاش اليبي قوي. قال غير انه كان في القهوه مع صحابو بلا دليل كيأكد كلامه، وحسوا انه مخبي شي حاجه. ضغطوا عليه حتى بدا كيحس براسو محاصر. وهنا قال حاجه اللي قلبات المعطيات كامله. قال لهم شوفوا، انا ما بغيتش ندخل في حياته الخاصه، ولكن مع اللي وقع ليه خاصكم تعرفوا اللي كاين. يوسف كان كيهضر بزاف على مشاكله معايا، ما كانش مرتاح مع مراته، ما كتولدش، وهو كان باغي الولاد بزاف. تعرف على وحده، تفاهموا ودار معاها يمشي يخطبها ويديرها مرة تانية. والمشكل الكبير ماشي في هادشي، المشكل انه كان باغي يجيبها تكون معاه في دارو مع مراته الاولى منار. قال لي بالحرف انا ما عنديش الفلوس باش ندير دار واحده اخرى، غادي نسكنهم بجوج بهم في دار واحده. وهاد الشهاده نزلت بحال قنبوله عند البوليس، حيت اي واحد بعقله عارف انه مستحيل وحده تقبل تكون مع ضرتها في نفس الدار. يقدر هادشي كان شحال هذا وزمان، ولكن في هاد الوقت ما يمكنش. عادل زاد قال لهم باللي مراته ما عمرها غادي تقبل، هي صعيبه بزاف، وهادشي قلتو ليوسف. وجاوبني ان منار مراته ما عندها فين تمشي، وهو من حقه يتزوج بجوج. وهنا البوليس حسوا براسهم اخيرا شدوا راس الخيط، وقبل ما يديروا اي حاجه مشاو يتاكدوا واش بصح كاينه مراه تانية في حياه يوسف، اولا غير هضره ديال عادل باش يبعد على راسو الشبهات. قلبوا التليفون ديال يوسف اللي كان عامر ادله، لقاوه كيهضر مع واحد الرقم بزاف، بيناتهم بزاف ديال الميساجات، دي زابيل بالسوايع. والغريب ان هذا الرقم ما مسجلش في لي كونتاكت، لانه الشخص اللي كتهضروا معاه كل نهار وبالسوايع فلوجيك يكون الرقم مسجل في لي كونتاكت. يعني يوسف كان حريص ان هذا الشخص يبقى مخبي. في لا ديسكوسيون بيناتهم لقاو دي ميساج بحال امتى نتلاقاو، امتى ناوي تعلم بناتك باللي باغي تزوج مرة تانية، خاصها تعرف قبل ما تولي علاقتنا رسميه، شوف شنو دير مع مراتك، انا ما غاديش نتسنى اكثر من هكا. وغادي تكون فهمتوا ان هاد الميساجات كلها جايه من مرا، والرقم كان كيتعاود بزاف خصوصا في الليل. من بعد بحث قصير في لوبيراتور تليفونيك عرفوا ان الرقم مسجل باسم وحده سميتها سميه، عندها 27 عام، وتوصلوا للعنوان ديالها. المحققين مشاو عندهم، تلفات ملي شافتهم. في الاول ما بغاتش تهضر معاهم، وملي اصروا عليها قالت لهم انا كنعرفش يوسف، حنا متفقين على الزواج، كان جا لدارنا هضر مع بابا ودرنا التعارف. انا عارفه مزوج ولكن ما كيتفاهمش مع مراته وما كتولدش، وانا غادي نكون مراته الثانيه. هنا المحققين سولوها واش عارفه انه كان ناوي يجيبك تسكني مع مراته. سمية تصدمات وقالت شنو؟ هذا ما قالهاش ليا، قال لي غادي تكون عندي داري بوحدي من غير الا كان ناوي على شي حاجه واحده اخرى، وانا ما كنتش عارفه. كلامها معقول وكتبان ما كتكذبش، ولكن عطى صوره اوضح. يوسف كان كيكذب هنا ولهيه. وزادت قالت لهم بلي اخر مره تلاقينا كانت سيمانه هادي، كان متوتر حيت قال لي بلي هاد الايامات غير غادي يصارح مراتو بعلاقتنا، وكان باين عليه خايف منها ومن المشاكل اللي غادي توقع. ديما كيقول لي بلي مراتو صعيبه بزاف، ومن داك النهار ما بقيت شفتو. هنا المحققين عرفوا بلي الطريق دابا كترجعهم المنار، حيت اي مرة تسمع راجلها باغي يتزوج عليها ومن الفوق يجيبها تعيش معها في دارها، مستحيل قلبها يبقى بارد. نعاود لكم شويه على قصه تعارف يوسف وسميه ونرجع نكمل في القضيه. يوسف تعرف عليها بالصدفه، هي خدامه في واحد الشركه وكان خاصو يمشي مره يدي الورق بحكم الخدمه ديالو في اداره. في الاول كان بيناتهم غير السلام والهضره على الخدمه، ولكن مع الوقت يوسف بدا كيشوف فيها باللي مرة مختلفه، كتشوف الحياه بايجابيه، الضحكه ما كتفارقهاش، زوينه باقا صغيره. وبشويه بشويه العلاقه ولات اقوى. يوسف بدا كيطول الهضره، ومن بعد ولا كيقترح عليها يشربوا قهوه بعيد باش ما يشوفهم حد. ومن هاد اللقاءات الصغيره ولا كيشكي ليها من مراته، وكل مره مخرج فيها ديفو جديد. مره كيقول عليها باللي ماتيرياليست وهمها غير الفلوس، واخا هو كيف ما قلت لكم عايش لحد في القد. ما عرفتش كيفاش قال عليها طامعه فيه وفاش طامعه بالضبط. المهم هادشي اللي قال سميه. ومره كيقول ليها مراته ما كتولدش، مره يقول عليها نكديه وديما معبسه، وهو غير صابر عليها حيت عارف بلي ما عندها حد، والا طلقها ما عندها فين تمشي ولا شكون يصرف عليها، وهي غير خبز ربي في طبقه يخطاها هو الضيع. يعني بمعنى اخر قال لها الا انا مازال مزوج بها راه غير خير مني فيها.
سميه في الاول كانت كتسمع وما داخلش ليها هادشي بزاف لراسها، ولكن مع الوقت ولات كتحس انها هي المتنفس ديالو، ولا كيبقى فيها كيعجبها تخليه يشكي وهي تسمع ليه. ضحكوا وتفاجئ ليه، ويوسف ما وقفش هنا، بدا كيستعمل اسلوب الاغراء العاطفي. كان كيعطيها كلام مطمئن بحال معاك كنحس براسي مرتاح، انت مختلفه على اي واحد عرفتها، انت اللي خاصني في حياتي. ومن بعد شهور ديال اللقاءات والهضره، يوسف قال لها بوضوح انه ناوي يتزوج بها، وانه باغي يحقق حلمه بالولاد، ووعدها انه غادي يجي يخطبها غير تصبر معاه حتى يوجد راسو، ووعدها يكري ليها دارها بوحدها. سمية ثقت فيه ووافقات. شفت فيه راجل مختلف معقول باغي يعاود يبني حياته، وهو كان عارف كيفاش يلعبها. عطاها صورة راجل مظلوم عاش حياة زوجية فاشلة وباغي يبدا صفحة جديدة، خلاها تيق انه هو الفرصة ديالها، وهو اللي غادي يعطيها الاستقرار اللي محتاجاه. ولكن في الحقيقة كيف ما راكم عارفين، يوسف ما كانش صريح معها حتى الاخير، حيت كيف ما قلت لكم كان مخطط يجيبها تسكن مع مراته الاولى تحت نفس السقف، لانه ما عندوش امكانيه يفتح دار جديده، وما كانش ناوي يصارحها بهذا الشيء حتى يستنيو العقد ديال الزواج ويكون ضمنها معاه. نرجعوا دابا للتحقيق والاثر اللي لقاو تحت الضفار ديال يوسف اللي تبين انها اديان ديال المراه. وهنا كيف ما شاف بالك غادي يقارنوه مع لاديان ديال مراته وسميه بجوج. اما بالنسبه لاثر الصباط اللي كانوا في الارض عبروهم ولقاوهم ديال جوج الناس، واحد الصباط كبير وواحد منهم صغير. الصباط الكبير كان ديال يوسف، والصغير ممكن يكون ديال المراه. وبحال هكا بدات الصوره كتوضح. يوسف في ديك الليله كان مع مراه وهي اللي تصفاتها ليه، والعيالات اللي عندنا في القضيه بجوج عندهم دافع يقتلوه، مراته منار وخطيبته سميه. ودابا باش يحسموا في القضيه خاص يدار تحليل لاديان باش يقارنوه مع لاديان اللي لقاو تحت ضفار يوسف، ويعرفوا شكون منهم بالضبط مولات الفعله، مراته منار ولا سميه. اول وحده مشاو لعندها باش ياخذوا عينه اديان هي مراته. ملي سمعت هادشي سخفات ليهم بالبكا والغبات. كيفاش انا راجل يلاه مات مقتول وجايين كتهموني انا اللي مراته؟ فعود ما تمشيو تقلبوا على شكون قتلو. ما بغاتش تعطيهم العينه، تهربات وما خلات ما دارت وقالت. ولكن ملي فهموها باللي ما عندهاش الاختيار وماشي من حقها ترفض، استسلمات ومشات معاهم، خداو مسحه من الفم. من بعد مشاو عند سميه اللي حتى هي ملي قالوا ليها بغاو عينه اديان خافت، ولكن ما قالت والو. مشات معاهم وخداو اللي بغاو وصيفطوا العينات بجوج للتحليل، وغير شي ايامات وخرج تقرير نهائي اللي كيقول ان اديان اللي لقاوها تحت ضفار يوسف مطابقه للاديان ديال مراته منار. وبحال هكا ما بقى حتى شك، ودابا كاين دليل علمي مباشر كيقول ان يوسف قبل ما يموت تضارب مع مراته منار، وهي اخر وحده كانت معاه ديك الليله، وبلا شك غادي يكون قال ليها انه باغي يتزوج عليها. والى عقلت سميه قالت المحققين ان يوسف وعدها غادي يصارح مراته بعلاقتهم في دوك الايامات نيت. القضيه بدات كتسد على منار من جميع الجهات. من بعد هادشي البوليس رجعوا تاني عند مراته باش يجيبوها للتحقيق، وهما مخرجين الهضره بدات كدور في الحكومه. شنو واقع؟ واش بصح هي اللي دايراها؟ ملي وصلوا للكوميساريه البوليس كانوا موجدين الملف على الطبله، تصاور، الادله، تقرير الطب الشرعي وكل شيء محطوط. ملي البوليس فراو هاد التقرير ديال لاديان حاولت تصغر الامر وقالت لهم باللي انا مراته وطبيعي يلقاو لاديان ديالي عنده، ما تنساوش حنا عايشين مع بعضياتنا. المحقق قال لها كلامك منطقي، ولكن شوف معاك شي تفاصيل. شد تصاور القبيش اللي كانوا في يدين يوسف وقال لها شوفي هنا، هادشي وقع في الوقت اللي يوسف كان كيدافع على راسو، وزيد عليها الدم اللي تحت ضفارو كون ضارب مع شي حد اخر، كنا غادي نلقاو لاديان ديال داك الشخص ماشي لاديان ديالك انت. يعني هو شدك باش تيباع هذاك عليه. منار بقات غير ساكته وكتفرج. رجع المحقق قال لها هذه اثار ديال المواجهه ديال المضاربه، يوسف قبل ما يطيح شد شي حد بالجهد، وهذا الشخص هو انت. واش مازال غادي تقولي ان كل شيء عادي؟ منار بغات تجاوب ولكن ما بقاتش بغات تخرج ليها الهضره. القضيه تزيرات، قالت لهم كان غير نقاش وتعصبنا شويه ولكن ما درت ليه والو. جاوبها المفتش بالنقاش، يوسف كان ناوي يتزوج وحده ثانيه، وانت عارفه بلي هذا ماشي غير نقاش صغير، هذه سميتها حياتك كلها غادي تتقلب، وهذا دافع قوي باش تنتقمي. المراه تصم مراته بلاصتها بلا ما تهضر، من وجهها كتبان دايره مصيبه. بدات كتمتم شكون قال لكم هادشي؟ وملي شافت راسها محاصره بالادله والتناقضات ديالها ولات باينه، قلبات الخطه وتوكدات. قالت لهم انا ما درت لي والو،
الا كان شي حد عنده مصلحه في موت يوسف، راه هي هذيك المره اللي كان باغي يتزوج بها، هي اللي باغا تديه ليا وتسرق حياتي. يمكن حتى لعبات بيه وغدراته. انا ما كنتش عارفه بزاف على علاقتهم، ولكن يوسف تبدل في المده الاخيره، ولا ديما غابر وديما في التليفون. وانا واش نتحاسب على الخيانه ديالو؟ علاش ما سبحتوش مع المره الثانيه؟ واحد من المحققين جاوبها ببرود، قال لها سمية عطاتنا شهادتها وقالت ان يوسف كان كيهضر معها على الزواج، ولكن ما عمرها ما عرفت الحقيقه كامله. قالت انها اخر مره شافته كانت سيمانه قبل الجريمه، ماشي في الليله اللي مات فيها. منار زادت تعصبات وقالت لهم كتكذب، هي اللي كان عندها دافع تتخلص منه، يقدر ما بقاش باغي يتزوج بها. ما تنساوش هي راها مطلقه، هي تمام مستقراش وتقدر دير اي حاجه. المحقق الثاني دخل وقال لها وزعما القبيش في يد يوسف ولا ديين ديالك تحت مدفارو هما ديالها، واش كانت هي في داركم؟ سكتت شويه ومن بعد بدات كتخربق في الكلام. يمكن يوسف ضرب معها في الطريق قبل ما يوصل للغابه، وانا ما كنتش معاه وما عارفه والو. المحقق قرب ليها وقال حاولي تقولي قصه كتدخل العقل، حتى لدابا كلشي ضدك انت. الا بغيتي تورطي شي حد اخر خاص يكون عندك دليل صحيح. واش عندك شي دليل؟ بدات كتغوت انا ما عنديش، ولكن ماشي انا اللي قتلته. وهنا المحققين عرفوا بلي هذه اخر محاوله ديالها باش تطيح التهمه على شي حد اخر، والكذوب والتناقض باين والملف كيتسد عليها شويه بشويه. منار بقات شاده في الهضره ديالها، انا ما قتلتوش، كان كيخونني وبغى يتزوج عليا، ولكن ماشي انا اللي قتلته. والمحققين عرفوا انها خاصه صدمه واحده اخرى باش الحيط يطيح عليها كامل، وهنا خرجوا دليل جديد من الملف اللي هما البصمات. الشرطه العلميه لقاو بصمات ديالها على واحد الحجره كبيره قريبه شويه للبلاصه اللي لقاو فيها الجثه. الحجره كان فيها الدم ديال يوسف وهي اداه الجريمه. المحقق قال لها هو كيوريها في التصوير، شوفي مزيان هذه هي الحجره اللي تقتل بها راجلك، والبصمات اللي فيها بصماتك انت. كيفاش كتفسري هادشي؟ هي تصدمات، اين حجره؟ انا ما كنتش تما، ما عرفتش كيفاش الحجره لقيتو فيها البصمات ديالي. وهنا المحقق قال لها البصمات راه ما كيتنقلوش في الهواء، باش يكونوا في الحجره خاصك تكوني انت قصتي الحجره. واش باغا تقنعينا انك كنتي كتمشي للغابه وتلعبي بالحجر؟ منار تخنقات ولات كتنفس بصعوبه، وجهها ولا كيقطر بالعرق. قالت يمكن يوسف كان داير ديك الحجره في الدار وانا قصتها، والسيده حرفيا اي حاجه عندها ليها تفسير. المحققين ما وقفوش غير عند البصمات ورجعوا للتصاور ديال مسرح الجريمه ووراوها ليها. البوليس قالوا ليها شوفي هنا عندنا اثار ديال صباط راجل واثار ديال صباط مراه، يوسف كان لابس صباطو وكيبان بوضوح. الاثار الثاني ديال المراه، وبالتحقيقات لقينا انه نفس القياس ديال صباطك. واش مازال باغا تقولي انك ما كنتيش في الغابه؟ منار حضرات راسها كتشوف في الارض، حاولت تتفادى النظرات ديالهم ولكن ما لقات ما تقول. المحقق زاد ضغط عليها، يوسف مشى معاك للغابه وحنا عندنا ادله، الاثار ديال الصباط، البصمات ديالك على الحجر، لادين ديالك تحت ضفارو. هذه مواجهه ماشي نقاش صغير. واش مازال باغا تكذبي علينا؟ وهنا اخيرا اعترفات وقالت لهم بصح مشيت معاه، ولكن ما كنتش باغا نقتلو، هو اللي جرني باش نمشيو تما، كان باغي يهضر على موضوع الزواج الثاني، وحنا كانوا ايامنا كلها مشاكل. يوسف ولا ما كيبغيش يهضر معاه. في الليله ديال الجريمه تناقشنا بزاف في الدار، قال لي انه قرر يتزوج وانا ما بقيتش قادره نتحمل، بديت كنغوت وكنبكي وهو يخرج. انا تبعته وما عرفتش كيفاش، ولكن لقيت راسي معاه في الطريق اللي كتدي للغابه. المحقق رجع سولها علاش يوسف غادي يخرج معاك للغابه في الليل؟ هذه ماشي بلاصه عاديه للنقاش. قالت لي يوسف ما كانش باغي الصوت ديالنا يتسمع في الحومه ولا يوصل عند الجيران. ديك الليله ملي تعصبنا في الدار بقى كيقول لي سكتي ما تغوتيش كلشي غادي يسمعنا. قال لي الا عندك ما تقولي قوليه بعيد ماشي وسط الناس. شد الطوموبيل وانا طلعت معاه وهو اللي ساق بينا ومشاو ديك البلاصه. البوليس قالوا ليها يعني الغابه كانت غير باش تبقاو بعاد على الناس؟ جاوبت هو قال لي محتاجين نهضروا بلا ما يسمعنا حتى شي واحد. بصراحه انا تبعته وانا معصبه وما كنتش حتى عارفه فين غادي. رجع المحقق سولها ولكن الاثار ديال الصباطه كبان وسط الغابه، يعني ماشي غير جلستو في الطوموبيل، راكم نزلتو منها بجوج. هي حاولت تدافع على راسها، نزلنا. بدا كيهضر على الزواج الثاني، قال لي بالحرف انه لقى مرا واحده اخرى وباغي يديها للدار. انا ما تحملتش ونزلت من الطوموبيل. يوسف بدا كيهددني، قال لي انا عييت منك باغي نبدل حياتي وغادي نجيب المراه الثانيه للدار. الكلمات ديالو طعنوني، انا هوت بكيت طلبتو يراجع راسو وهو تعصب. بدا كيدفعني كيقول لي سير للدار، هذه حياتي وانا نقرر فيها.
سولوها واش ضربك، جاوبات بلا. ما ضربنيش مباشره ولكن دفعني بالجهد. انا طحت فوق الحجر، حسيت بالذل، حسيت براسي ما كنسوى عنده حتى حاجه. من بعد قالت وهي حابسه دموعها انا ما كانش قصدي نقتلو. ملي طحت لقيت الحجره حدايا، هزيتها في يدي ووقفت وانا معصبه. يوسف كان جاي شيهتي وباقي كيعاير. انا ضربته مره واحده وما حسبتش النتيجه. هو طاح ما بقاش كيتحرك. المحقق سولها الحجره اللي لقاو فيها البصماتك واش هي اللي ضربتيه بها؟ جاوبت باه، هي اللي لقيتها قدامي. انا مرا وما عنديش القوه باش نغلبو. كل ما كانت ديك الحجره حدايا ما كنت غادي نقدر ندير والو. المحققين ضغطوا عليها وقالوا لها ايوا من بعد يوسف طاح شنو درتي؟ قالت لهم تخلعت، بغيت نشوف واش مازال عايش، ولكن ملي شفت الدم كتير وعينيه مسدودين هربت وخليته تما. شدات وجهها بيديها وبقات كتهضر بصوت كيطلع وكيهبط بحال الا كتفرغ سنين ديال الغصه، وقالت انا ما كنتش باغا نوصل لهذا النهار. سنين وانا كنسكت. الولاد الولاد انا كنت باغاهم اكثر من اي حاجه. مشيت عند الاطباء، مشى حتى هو، وكل مره كيقولوا لي ما كاين حتى مشكل، ولكن دارنا بقات خاويه. كنت كنسهر الليل كامل كنتسنى شي نهار نسمع البكا ديال البيبي عندي في الدار، ولكن والو. وزيد يوسف ما كانش كيحاول يواسيني، بالعكس كان كيتفادى الهضره معايا، وانا كنغلي من الداخل وبقات المشاكل كتكبر، الفلوس ناقصين، الكريديات، صحاباتي كل وحده عندها دارها وولادها، وانا غير دار خاويه وحياه بارده. ومن بعد فوق هادشي كامل اكتشفت ان يوسف تعرف على وحده جديده، ماشي غير تعرف بسيط، لا كان باغي يتزوج بها. وانا شكون؟ انا الزوجه اللي بقات 10 سنين معاه، تحملت البرود والصمت ديالو، وفي الاخير يجيب واحده اخرى ويقول لي تعيش معها تحت نفس السقف. انا مرة قلبي ما تحملش، حسيت بالذل، حسيت باللي ما عنديش قيمه. هو كان باغي يقتلني وانا حيه، باغي يدفنني بالحقد ديالو. وفي ديك الليله كنت باغيه نسكتو ماشي نقتلو، ولكن الضربه خرجت من قلبي قبل يدي. منار ملي خرجات كل شيء اللي في قلبها سكتات ودموعها كطيح. البوليس سجلوا كل كلمه قالتها، ما بقاوش محتاجين دليل اخر، والاعتراف خرج من فمها. من بعد وقعت على المحضر وتقدمت للمحكمه اللي قررت تابعها بجريمه القتل العمد مع سابق الاصرار، حيث الدافع كان واضح والغضب لعب دور كبير في القضيه، وحكموا عليها بالمؤبد. وبحال هكا كتكون سالات القضيه ديال اليوم. شكرا حيت بقيتوا حتى لهاد لابارتي من لا فيديو، كنبغيكم كاملين. قبل ما تمشيو خليو لايك وسبسكرايب، ونقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه.